اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. شكرا لكم كاملين على التفاعل ديالكم على داك الفيديو اللي حطيت ديال هدايا العمره والحج. نتمنى ان شاء الله ديروا لي البارطاج باش الناس تستافد كيفاش تجي تقدى ان شاء الله. يلا الطبخه ديالنا اليوم اللي هي مهمه وزوينه، لا وهذا كاقتراح للغداء في هذا البرد. جبت لكم واحد الوصفه الا حرتي ما ديري، واحد الوصفات مغربيه 100% اللي هو السردين والعدس. ما شاء الله هاد الوصفات معروفين حنا عندنا في المغرب في البرد كيتاكلوا بكثره. هنايا انا خديت السردين ما شاء الله كان جديد وزوين ورائع، والطريقه ديال التنظيف ديالو راه سهله، ما تحطوه لا في ماء لا حتى حاجه. اي سمك كيف ما كان عندكم تنظفوا اول شيء بدون ماء، بدون ماء، لان باش ما يزنخش معكم ما يديرش لكم الزفر. صافي هنا السردين عندي ما شاء الله رائع وزوين وجديد، يعني جديد بزاف ماشي شويه، جديد جديد جديد. شوفوا انا غادي ننظف قدامكم واحد 2 حبه. شوفوا الطريقه ديال التنظيف يعني سهله ماهله. شوفوا يعني من اول راه منظف، وما غاديش ما كنغسلوش كثير باش نبقاو محافظين على الفيتامين ديالو. ماشي لان الماء راه كيزنخ للدجاج ولا كلشي، ما تعطيوش كثير يعني الماء راه لا كثرتي الماء راه الحاجه كتروح للفائده وكدير الزفره. يلا هنا شوفوا انا كنحيد دوك الجوانب اللي تكونوا سودين في السردين. وصافي دابا انا غادي نجيب نغسلو قدامكم. صافي انا غادي نعمر هذه، غادي نقص شويه الماء كنت مجهداه. صافي غادي بالوحده بالوحده، ولكن بسرعه كتنصايب ما كنبقاش معطله باش ما يبقاش ليا في الماء كثير. وهنا نقصت على الحنفيه شويه، ما خليتهاش مجهده. صافي غنعاودوا مره واحده وغادي نحطوا وحده فوق وحده، وحده في الجنب نخليه ينشف حتى ينشف على خاطرو. انا غادي نطيبه في الفرن لان هذا الاكل اللي جايبه اليوم راه صحي وما فيه حتى شي حاجه ولا مواد حافظه ولا حتى حاجه، هو صحي 100% ومفيد للصحه بزاف ماشي شويه. واحد الغداء اللي تاع البرد وزوين وكفكره وكاقتراح للغداء. الا حرتي ما طيبي ديري السردين والعدس. يلا ها هو خليته هنا، غنخليه ينشف وندوز نطيب العدس ديالي. والعدس هو بواحد الطريقه اللي ساهله وماهله وتعجبك، كيجي العدس فيها رائع. يلا هنا خديت العدس، انا خديت وبعدين حكيت هذيك الطماطم، يعني حكيتها في الحكاكه وطحنت هاد واحد نص بصله والنص الثاني غنحتفظ به السلطه. واحد السلطه هي اللي غتشوفوها منعشه. هنا واحد 5 ديال الثوم دقيتهم، الثومه ولا تحكوها ولا ديروا اللي بغيتو. هنا زيت زيتون واحد 2 معالق اكل كبار ديال الاكل. هنايا عندي الفلفل الاسود وعندي شويه الخرقوم، كل واحد منهم ملعقه صغيره، ملعقه صغيره ديال الخرقوم. وهنايا فلفل اسود نص معلقه، والكمون ضروري الكمون ملعقه صغيره، وصافي والملح. وهنا ما غادي نقليه ما والو، انا غنحطه فوق الغاز ومباشره نكب عليه الماء وغنخليه يطيب وغادي نمشي باش نقع السلطه ديالي. يلا شوفوا هنا هذا الحار وواحد الليمون يعني السيترون هذاك تيقرب يطيب لينا اللي كنزيدوهم. يلا ما شاء الله هنايا صافي العدس حركت هذيك البهارات مع بعضياتها. وصافي هنا غادي نزيد الماء الكافي وغادي نسد عليه في الكوكوط وغادي نمشي نكمل الشغل ديالي. وجربوا هذا الغداء راه زوين ورائع، يعني المبتدئات ما شاء الله هما الكبار راه كلشي كيعرف يصاوب هادشي. البنات اللي يلا داخلت على الزواج البنات الصغار. يلا هنا غادي نجيب واحد الخصه. هنا غنجيب الخص. هنا اي حاجه عندكم السلطه الخضراء ديروها، عندكم الخص، عندكم النعناع، عندكم المعدنوس، القزبر الخضر، عندكم الفجل، عندكم الخيار، الفلفل الرومي، اي حاجه، البصل، اي حاجه كتبغيوها ديروا لان السلطه كتكون منعشه وشامله لجميع الورقيات وداكشي. وعندنا الطماطم لا مطيشه. هنا درت واحد نص فلفله. وهنا غادي باش ديك النص ديال البصل اللي زاد كاع العدس نخليه. هنا كندير واحد شويه ديال الخل وغادي نقعها ونخليها وندوز ثاني نكمل باقي الشغل ديالي. يلا هنا غنكب عليها الماء وغادي نقعها نخليها منقوعه. غادي ندوز ندير باقي الاشياء. غادي نتبل السمك لان غنقلي حتى هي بطاطا في القليه الهوائيه. يعني كلشي اليوم عندي صحي، كلشي الاكل اليوم مصايبه صحي وما فيه لا زيوت ولا شيء. يلا هنايا بعد ما خلصت داكشي انا غادي نقي البطاطا اللي عندي حتى هي غادي نقيها ونخليها جنب. هادي حتى اخر شيء تيطيب لينا كلشي. دابا راه حطينا العدس كيطيب ودابا غادي باش نتبلو. صافي دابا غادي نجيبو التتبيله ديال السمك اللي حتى هي صحيه. هنا غادي نكتفي بالفلفل الاسود والملح وشويه الكمون وشويه الخرقوم وزيت زيتون بس. هادشي اللي غنكتفي به. اللي ما بغاش يدير هادشي يقدر يدير عا فلفل اسود والملح حتى هو راه كيجي واحد العصره ديال الليمون ديال الحامض، هذا زوين حتى هويا. صافي غنخلط التتبيله وغنجيب هذيك الطاوه اللي غندخل الفرن وغادي نشوفوا هنا كينشف مزيان. شفتو خليته تنشف، نشف مزيان باش ما ليا لا ملا والو، ولكن راه جا واعر وجا لذيذ بزاف وجا غزال. صافي هنا غادي نجيب هذيك الطاوه اللي غتدخل ليا الفرن، غندير ورق الزبده وغندير واحد شويه ديال زيت الزيتون. انا هنا كنخدم بزيت الزيتون كيعجبني لانه زوين ولذيذ وصحي اول شيء. يلا هنا غادي نستف وحده فوق وحده
ورجت شي كنت شديتها كيلو، يعني خرجوا تقريبا 5 الوصلات، وكان شويه متوسط يعني زوين. السردين في المغرب رائع، اللي تيسكن في المغرب استغلوا كلوا السردين مزيان. اصلا السردين راه فيه كثير منافع، كلوا السردين والله القسم مزيان. حنا راه هنايا في الغربه كنتوحشوا هاد الاشياء بحال هذه. يلا هنا صافي، هنا الخلطه نقصت ليا، غنزيد واحد شويه ديال الخلطه، نكمل واحد 2 وصلات مع الوصله اللي بقات ليا. صافي غنزيد شويه الخرقوم، شويه فلفل اسود، الملح، الزيت. صافي غنعقب ثاني نخلطهم ونكمل هذوك السمكات اللي باقيين ليا، شويه العصره ديال الليمون. كيعجبني انا الحامض، واخا حتى ملي كيطيب كنعصر عليه الحامض، كيعطي واحد النكهه زوينه. يمكن كتبقى كاع وحده يمكن. صافي رانا غادي نديرها وغندخلو الفرن، غادي ندخلو الفرن وندوز نكمل باقي الاشياء اللي عندي. يلا صافي هنا كملت هذيك التتبيله ما شاء الله رائعه، كانت الريحه ديالو ما نقول لكمش، ومني طاب يا سلام على الكلام، يعني بدون زياده ولا شيء، اشياء طبيعيه عندك في البيت، عندك في المطبخ. صافي هنا غادي نجمع هاد الكوزينه ديالي، وغادي نقطع السلطه. انا كنت يلا شاده النعناع، ما نقول لكمش النعناع بيو، داكشي النعناع وديك التلقيمه ديال الاتاي يا سلام. هادشي راه ملي كنت في المغرب هاد العام، يعني كانت واحد الايام زوينه، والاكل رائع، والخضر رائعه، والخضر زوينه يعني، والطواجن وكل شيء ما شاء الله، الله يدومها نعمه يا ربي. هنايا الخيار صورت كل ما كتقطعوا هنا على حسب الرغبه ديالكم. انا كسفيت هنا بالخيار وبالفلفل الرومي، وكسفيت بالطماطم وديك النص بصله اللي زادت ليا. يمكن لكم تزيدوا الثوم الفجل، تزيدوا نعناع كتقطعوا وحده وحده، المعدنوس توا تقطعوا شويه، القزبر خضر، يعني اي حاجه كتحبوا في هذه السلطه الخضراء راه منعشه وزوينه وصحيه. تقدر هذه السلطه، هذا الصحن ديال السلطه تعشي به، يعني راه زوين، في الياف غذائيه صحيه وزوين. يلا هنايا غادي نقطع السلطه كامله. باش نقلي البطاطا هنا راه دخلت العدس، راه قرب يطيب. دخلت السمك تا هو راه قرب يطيب. المهم هادشي راه خليت انا هادشي تنشف ليا السلطه، ما درت لها نشفها لا والو، خليتها كتسقطر ونشفت على خاطرها. هنايا صافي هادشي قرب يطيب ليا، باش ندخل البطاطا هي القلايه الهوائيه، هي ما فيهاش الدهون، هي ما مقليه ما والو، هي جات واعره. شوفوا من البصل هنا كنقطعوه على حسب الرغبه اللي انا كنطلعوا جوليات. صافي هنايا غنكمل ونجيب ديك الطماطم، هي ما شاء الله كانت هذيك الطماطم هاد العام حمرو ملبه من الداخل زوينه. عرفتي العدس كي جات فيه واعره. انا كسفيتها بالطماطم، ما درتش الصلصه، كسفيتها بالطماطم هذه، عصرتها جا العدس غزال. اي حاجه بغيتو، يا لوبيا يا اي حاجه، كتافيو عا بداك الشيء الطبيعي، ما ديروا لا صلصات ولا شيء، كتافيو بالبهارات اللي عندكم في البيت، راها صحيه للصحه. صافي هي السلطه ابار. هاد البطاطا انا غنصفيها حتى هي باش نقليها. يلا هنا العدس راه هو طاب ليا، زدت هذوك المزيودات وداك نص ليمونه، انا كيعجبني الحامض في العدس. يلا هنا غادي نجيب هذيك البطاطا، خليتها حتى هي تنشفت ونشفتها بالورق. وصافي غنكون فيها واحد شويه ديال الزيت، شويه ماشي بزاف. هنا كنستعمل انا الزيت هذا الصحي حتى هو. صافي غادي نجيب ديك القلايه ونشعل عليها ونخليها طيب. صافي هنا كان سميتو بقى لي شويه ونخرجو، كان طاب العدس عندي، طاب السلطه موجوده. صافي هنا الغدا ديالنا غادي يكون موجود وزوين. يلا حبابنا ما تنسوش لي اللايك والاشتراك للقناه والبارطاج اللي عجبتكم هاد القناه ديالي، ما فيها باس ديروا لنا داك الزر الاحمر تبركوا عليه، باش ديما يبقى يوصلكم الجديد ديالي. راه عندي فلوقات على الناس المعتمرين اللي كيجيو للعمره والحج، راه عندي فيديوهات زوينين تفيدهم هنا في جده. اللي بغى يجي لجده ويشوف الاسواق، كيسولوني على الاسواق وكل شيء، وباقي غنصور لكم ان شاء الله. يلا هنا هي صافي انا خدمتها. صافي غادي تعطب ليا البطاطا، وغادي نطلع كل شيء. صافي كل شيء طايب، كل شيء طفينا عليه. يلا دابا غادي نجيو مع الصحن النهائي. دابا غادي نتبلوا السلطه بواحد نص ليمونه ولا حامضه. احسن تتبيله للسلطه الخضراء هي الليمون والزيت الزيتون والفلفل والملح، احسن تتبيله كتجي رائعه وصحيه. صافي هنا غادي نخلط هذيك السلطه، هذا الصحن الرائع الزوين الممتاز اللي ما تشبعوش منه، اللي كيجي غزال غزال غزال. انا من محبين هاد السلطات، يعني سلطه ما فيها لا مايونيز ولا شي حاجه، صحيه. وحتى الوليدات ديالكم عطيهم لهم هاد السلطه، راه فنه، تقدروا ديروها حتى طبق في الليل، يعني تعشوا به، صحي، الياف غذائيه صحيه زوينه. صافي هنايا غادي نجيب السمك السردين اللي طاب، تا هو غنستفوق اللي جا، تا هو مقرمش وجلديد وجو واعر، ما تشبعوش منه ما شاء الله تبارك الرحمن. يلا دابا غادي نجيب ديك الطاوه ديال السردين، راه هو طاب، ها هو شوف تحمر ومقرمش وجا ناشف، يعني ما فيه لا زيوت لا والو. شفتو كيدير كي من الفوق كي من التحت، لان شعلت عليه الفران من الفوق والتحت، دخلته الفرن الكهربائي فاش طاب. صافي وهنايا حتى اللي ما عندوش هذاك الورق الزبده يقدر يدهنها شويه بزيت الزيتون المقلي ويدخلها الطاوه عفوا. ما شاء الله تبارك الرحمن، ما شهيتكم فيه. يلا صافي دابا غادي نجيبو ديك العديسه حتى هي اللي جات غزاله وفنه، يعني مده ما كنت قلت العدس، وصافي عشقته داك النهار ودرت العدس.
يعني درت واحد الغدا زوين كاقتراح وكفكره زوينه لهذا البرد. يلا صافي انا غادي نصب غنخلي منه. صافي انا صبيت داكشي اللي قدرنا عليه، وراه المزيودات وكلشي كاين ما شاء الله تبارك الرحمن. غدا رائع والبطاطا هي وجدات. يلا شكرا على المتابعه وشكرا لكم كثير كثير كثير. ما تنسوناش من اللايك والاشتراك وشكرا لكم.